السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاي لكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو كله نشاط وحركة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. بس لو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رانيا ودي قناتي. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول. ولو عجبك الفيديو متنسنيش في لايك تشجيعا منك ليا، وحطي لي تعليق حلو زي. اول حاجه يا بنات، انا النهارده جبت الحاجه دي. هعمل محشي مشكل ان شاء الله. يعني كان عندي شويه ورق كده في الفريزر بتوع كرنب، وانا كنت بنضف الفريزر علشان ذبحت الفراخ. تربيه الفراخ اللي انا كنت جايباها معاكم ذبحتها والله فجاه، لاني يعني كانت فجاه كده ابتدوا يعطسوا لما الجو غير. فانا بصراحه اول ما الفراخ بتعطس ويعني العطس كده بيزيد عليهم، فبخاف بقى لا يقطعوا الاكل، لان الفراخ لو جالهم برد واتخنقوا بيقطعوا الاكل، وطبعا لو قطعوا الاكل بيخسوا. فانا ما شاء الله يعني كان اوزانهم حلوه، يعني بادئين من اول 2 وربع او اقل من 2 وربع شويه، لحد ما شاء الله 2 و600. تمام. فانا قلت اذبحهم، والحمد لله على كده. كان عندهم 36 يوم. المهم نضفت الفريزر عشان احط الفراخ، فلقيت عندي شويه ورق كرنب بس ما كانوش هيكفوا ان انا يعملوا اكله معايا. فالمهم جبت الحاجات دي، جبت كوسه، جبت كيلو ونص من الكوسه. كانت عامله 15 جنيه، ادالي كيلو ونص يعني وزود شويه ب25. وجبت منه كمان نص فلفل ب10، لان الفلفل الاخضر ب20. هو كان الفلفل الاخضر اللي هو الكوب ده، اللي هو آه العادي يعني، ب20، والفلفل الطويل ده ب20. فانا اخدت من ده على ده. وجبت كمان الطماطم دي، كانت عاملة، هي الطماطم كانت قال لي الاتنين ب15، بس كان في شوية مستويين شوية يعني وقال لي خدوم للمحشي يبقوا حلوين. بس بصراحة كانت حلوة قوي، انا نقيتها بالواحدة. لا سوسه ولا اي حاجه، يا دوب كده عايزه تتصلص، يعني ما ينفعش تتعان. يعني اجيبها اصلصها على طول، وانا انا قلت كده كده هعمل محشي وكده كده هصلص. فجبتهم ادهم لي الكيلو ب5 جنيه، لان خلوا بالكم يا بنات الطماطم بدأت ترفع، علشان خلاص بقى هي هتبتدي ترفع. تمام. فاللي لسه ما خزنش طماطم تبتدي تخزن. انا ابتديت برضو اخزن من دلوقتي، يعني كل يومين كده بجيب لي 4 كيلو ب20 جنيه واخزنهم. لما جيت بقى اجيب دول، لقيت بيقول لي الكيلو ال2 كيلو ب15، فعرفت انها بدأت تغلى. تمام. المهم وجبت الخضرة دي، كانت ب10 جنيه. وجبت كمان ربطة بصل ب5 جنيه، عشان هعمل النهاردة عدس، وانا بحب قوي شوربة العدس يكون جنبها بصل اخضر. وكنت جبت يا بنات برضو برنجان ابيض واسود. في اول الفيديو نسيت اقول لكم عليه. كنت جايبه الكيلو ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. كان الابيض سعر بنفس سعر الاسود، فجبت من ده على ده. تمام. المهم بقى انا طبعا هعمل المحشي الكرنب شويه يعني اللي كانوا عندي في الفريزر، وهعمل الكوسه والفلفل. طبعا مش هاخد الفلفل كله يعني، وبرده مش هاخد البرنجان كله، بس هعمل حله كبيره بحيث انها تكفينا يومين، يعني نقعد ناكل فيها يومين. والولاد كمان لو فات حاجه ممكن يتعشوا بيها. تمام. انا بحب قوي قوي فكره ان انا ابقى عامله محشي مشكل لليومين، يعني دي الاكله بصراحه اللي انا بحب اعملها لليومين، والولاد بياكلوها عادي ما يقولوش لا. تمام. فانا بعمل تركية حلوة قوي. تمام. يعني عشان الولاد برضو ما يحسوش ان الاكل بايت وتقيل عليهم هما لسه واكلينه. فانا بعمل اول يوم بعمل المحشي ارديحي كده من غير اي لحوم ولا اي حاجة. وتاني يوم بقى بعمل جنبه فراخ، عندي فراخ بعملها. احمر جنبه بانيه لو عندي بانيه. عندي كفتة اعملها. المهم يعني اعمل لهم اي حاجة جنب المحشي تاني يوم، بحيث ان هو ياكلهم. فاهميني؟ يبقى انا كده اول يوم المحشي لسه كده له كده شوقه وكده فياكلوه. وتاني يوم هيبقوا لسه واكلينه، وممكن يعني ما يعجبهمش شويه او يبقى تقيل شويه، فبضطر ان انا اعمل جنبه اي حاجه من دي بحيث ان هم ياكلوه.
وبتعدي. ربنا يا رب يرزقنا ويوسع رزقنا جميعا. المهم برضو ايه، البرنجان كان كيلو ونص، وانا طبعا مش هعمل كل ده، فانا هاخد من الاسود يعني 2 كده 3 اعملهم محشي، والباقي جايباه عشان اعمله مقلي. والابيض كله هقوره و اديله تشويحه كده، واشيل الباقي في الفريزر. يعني اخد اللي اخده للمحشي، وبعد كده اشيل الباقي في الفريزر. بيتفرز عادي جدا وبيطلع زي الزبده، ولا بيجلد ولا اي حاجه. بس قبل ما تشيليه لازم تديله تشويحه، يا دوب بس كده بمعلقه سمنه او زبده او معلقه زيت، اي حاجه تديله تشويحه بس خفيفه كده. ما تسيبوش برضو لحد ما يتحمر والجلد بتاعه ينشف وكده، لا، تشويحه بس كده. وبعد كده تطلعيه وترصيه لما يبرد خالص، ترصيه في علبه بقى، في طبق، في اي حاجه. وبعد كده تشيليه في الفريزر. انا بحب اشيله قبل رمضان، بحيث ان انا لما باجي على رمضان الاقي الحاجات دي كلها غليت. يعني انا السنه اللي فاتت جايبه البرنجان الابيض ده قبل رمضان بيوم ب25 جنيه الكيلو. تمام. فانا لما اجيب دلوقتي مثلا هو ب10 جنيه، لو انت عندك ديب فريزر هاتلك مثلا 2 3 كيلو، فرزيهم بيبقى حلو قوي، عشان طبعا العزومات وكده. والله مش بيجراله اي حاجه، زي ما قلت لكم بتطلع زي الزبده. صحيح اللي مش بتتفرز او جربتها قبل كده وما نفعتش معايا الكوسه. لكن الفلفل الصراحه ما جربتوش. انا جربت اشيله في الفريزر صحيح كده، اغسله واحطه، اللي هي الشطه الطويله دي اللي انا جايباها. ساعات كنت بجيبها واحطها الفريزر، بس اطلعها بقى اعملها على سمك، اعملها على كبده، اعملها على حاجه. لكن ما جربتش ان هي افرزها وتتحشي دي الصراحه. لكن اللي جربته البرنجان وبيبقى زي الفل. فالنهارده في الفيديو ده هديكوا افكار ان انتوا ممكن تشيلوا حاجات لرمضان او تفرزوا حاجات لرمضان من غير ما تحسي، وتيجي كده على رمضان تكوني مفرزه كذا حاجه، ولا هتاخدي من مصروف البيت، ولا هتخسر في الميزانيه، ولا هتحسي اساسا ان انت شلت حاجه. وفي نفس الوقت هتيجي تبصي تلاقيه عندك بسم الله ما شاء الله خير كتير. غير البرنجان اللي احنا هنشيله النهارده، طبعا الطماطم اللي انا جايباها برضو هشيل منها، لاني انا مش هعمل المحشي بالكميه دي كلها. فكده هيبقى شلت برنجان وهيبقى شلت من الطماطم. ادي حاجتين هشيلهم لرمضان، جايه من اكله كده. يعني انا بشتري عشان اعمل اكله، وجنب الاكله دي هفرز منها رمضان. طب هشيل ايه تاني؟ الخضره دي، خضره المحشي دي. طبعا الخضره بتبقى كتير في الشتاء، وما شاء الله بقى بتبقى حلوة قوي قوي، وبتبقى خضرة كده وكتيرة وحلوة، وبتبقى رخيصة قوي قوي في الشتاء. يعني الشوية اللي انا جايباهم دول كلهم ب10 جنيه. طبعا مش هاخد كل دول. انا بحب الخضرة تبقى كتيرة على المحشي، بس طبعا مش هاخد كل دول. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل الخضرة دي النهاردة، هاخد على قد ما هاخد، والباقي هشيله في كيس. يعني طبعا هغسلها واسيبها كده تهدى تتصفى يعني، وبعد كده اقطعها صغير خالص واشيلها في كيسة وفي الفريزر. بتنفعني قوي 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 برضو. تمام. تنفعني بقى لو انا مثلا مش عامله حسابي في صلصة محشي، او عايزة اكتر، يعني عايزة ازود مثلا، بطلع منها، عايزة منها احط منها على سمك مشوي، على سمك مقلي، عايزة منها لأي حاجة بتنفعني. تمام. طيب الطماطم بقى اللي انا جايباها دي بسم الله ما شاء الله، يعني كانت حمرا قوي ومليانة لحمة وحلوة. فانا نضفتها وحطيتها كده تتسلق، وهعملها هعملها النهارده. يعني هاخد للمحشي، والباقي كله هعينه برضو يبقى للمحشي. لان انا بصلص الطماطم بتاع المحشي، بحطها تتسلق، وبعد كده بطلعها اضربها بالهاند بلندر، بس بتكون خشنه شويه. يعني ما بخليهاش ناعمه قوي زي اللي احنا بنطبخ بيها. تمام. يعني اللي احنا بنطبخ فيها بنعمها قوي قوي قوي، وبصفيها كويس عشان ما يكونش فيها لا بذر ولا قشر ولا الكلام ده. تمام. لكن بتاع المحشي انا بسلقها وبضربها كده ضربتين بالهاند بلندر، بحيث انها تكون خشنه شويه. يعني بتبقى احسن كده في المحشي انها تكون خشن. تمام. طبعا بحط لها برضو بصلايه كبيره، او بصل يعني على قد الكميه اللي انت هتعمليها. وبحط لها توم وفلفل بقى حامي، فلفل احمر اللي عندك حطيه. تمام. كل ده بيعزز الطعم وبيخلي الصلصه حلوه وبيخلي طعمها حلو. طبعا بتبقى غنيه اكتر. تمام. آه انا بحط البصل دلوقتي عشان لما اجي اعمل المحشي
بعمل البصل ني، يعني بزود بصل ني، ما بقليش الصراحه. قليل قوي قوي لما بقلي، لان بحس ان لما بقلي وكده انا يا بنات عندي حساسيه وعندي دايما بيجيلي ضيق تنفس، تمام. فما بحبش اعمل الحاجات اللي تزود عندي الموضوع ده. فانا احب الاكل دايما خفيف. يعني انا بعمل الصلصه دلوقتي، بحط البصل يتسلق مع الطماطم، تمام. البصل والثوم وكده يتسلق مع الطماطم، ولما باجي اضربها في الخلاط او بالهاند بلندر بيتضرب كله مع بعض، بيبقى كله ني في ني ومسلوق مع بعض وكده، بيبقى حلو قوي وخفيف. لما باجي اعمل المحشي ببشر البصلايه او بعملها في الكبه واحطها على على الرز كده والصلصه، فبرضه بتبقى نية كده، فبيبقى خفيف قوي حلو، تمام. وطبعا بقى بكتر الخضرة، بحط زيت وانا بعمل الخلطة، بس مش كتير، وما بحطش سمنة، فاهمني. آه قليل يعني لما بعمل اقل بقى بسمنة والكلام ده، فاهمني، قليل قوي قوي لما نفسي بتروح له كده. المهم الله المستعان، بعمل ايه بقى؟ بعمل بصوا بس بقى هكمل لكم، بس اقول لكم انا بعمل ايه. انا دلوقتي بعمل شوربه عدس، هعمل شويه صغيرين كده على قد انا وابني الصغير، لان ابني الكبير ما بيحبش شوربة العدس، تمام. فانا بعملها لي انا وابني الكبير، بعمل الحله الصغيره دي. والله الحله دي يعني انا الفيديو ده متصور بقاله كام يوم. الحله دي اكلنا فيها يومين، بس طبعا مش ورا بعض، عشان الصراحه يعني استحاله اكل عدس يومين ورا بعض. يعني انا اكلت انا وابني يوم، وتاني يوم كنا عملنا في المحشي، وتالت يوم كان عندي محشي برضو واكلناه بقى النهارده اللي انا بصور فيه ده، كان رابع يوم اللي انا بمنتج فيه ده. اكلنا عدس النهارده، بس طبعا عملت جنبه كان عندي كفته، فقالت لابني الصغير وابني التاني قالت لهم كفته، وابني الكبير برضو طبعا ما كانش هياكل عدس، فعملت له بطاطس محمره، وبرضو سلقت له بيضتين، وعملت له سلطه والكلام ده يعني، تمام. وقضيناها والحمد لله. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. آه مش معنى اني ابني ما بياكلش الحاجه طالما في واحد بياكلها اعملها عشانه، يعني مش عشان ان هو في واحد ما بياكلش ما اعملش الحاجه. صحيح انا ما بعملش الخضار اللي الولاد الاتنين بياكلوه، مع ان جربت والله بكل الطرق ان انا اعمل لهم فيه، يعني حطيت لهم فيه لحمه مفرومه مرضوش ياكلوه، قطعت فراخ وحطيتها مكعبات كده برضو مرضوش ياكلوه، فالله المستعان. فيعني ايه الحاجات اللي الاتنين مش بياكلوها انا مش بطبخ، لكن لو في حاجه واحد بس بياكلها بطبخها وبعمل التاني حاجه تانية، تمام. إيه دلوقتي برضو كنت مطلعه صدر فرخه عشان اعمله كفته، لان دايما بحب الكفته تبقى عندي على طول باستمرار في الفريزر، لان ساعات ما مش ببقى لاقي حاجه غموس والولاد عايزين ياكلوا، بطلع وبقلي. ساعات وابني رايح المدرسه يعني بدل كل يوم جبنه او لانشون او نوتيلا والكلام ده، ساعات مره او مرتين في الاسبوع بحط له كفته، فبتبقى حلوه يعني. وعلى فكره والله ما بتبقاش مكلفه زي الجبنه والحاجات دي. تمام. المهم انا حطيت هنا، كنت حاطه آه ناحية بس من الصدر، كنت مقطعة مكعبات وحطاها، حطيت معاها بصلية كبيرة وقرن فلفل حامي وقرن بارد وشوية من الخضرة، وحطيت بقى بعد ما اتفرم حطيت معاها بيضة، وحطيت البهارات، بس ما كانش عندي بهارات كفتة، فحطيت عليها مكعب مرق، وحطيت ملح وفلفل وكزبرة، تمام. وحطيت معلقتين من الدقيق، وهضربها دلوقتي تاني. ولما اجي افضيها تحسوا انها سايله شويه، بس اول ما بحطها في التلاجة واسيبها شويه بتمسك نفسها، بتتشمع وبتمسك نفسها، تمام. ولو حسيتي ان هي سايله منك زياده عن اللزوم ممكن تزودي معلقتين دقيق تاني او معلقتين بقسماط، تمام. بس انا الصراحه ما زودتش والله، يعني هي لما حطيتها في التلاجة مسكت وكده. المهم نرجع لمرجوعنا ونتكلم عن الصلصه عشان نسيتها. صلصة المحشي بقى يا بنات، انا زي ما قلت لكم بقول لكم بحطها تتسلق، وبحط معاها البصل والفلفل وكل حاجة، وبطلعها اضربها بالهاند بلندر بيكون خشنة شوية، تمام. برجعها على النار تاني، بس ما بسيبهاش تتسبك بقى زي ما بسبك مثلا الصلصة اللي انا بطبخ بيها او بعمل بها المكرونة وكده، اللي بطبخ بيها او بعمل بها المكرونة بسيبها تتسبك وتتقل وتطلع كده، يطلع الزيت بتاعها على الوش، فاهميني.
لكن انا لما بحط الطماطم بتاع الصلصه بتاع المحشي بحطها كده، مبحطش فيها زيت ولا اي حاجه، ولا ملح ولا اي حاجه، بحط بس معلقه سكر واحطها على النار يدوب، بس الميه بتاعتها تتبخر حاجه بسيطه، مش عايزاها تتقل. انا مش بحبها لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بتبقى معقوله يدوب كده الميه بتاعتها تتبخر حاجه بسيطه. بعد كده بسيبها تهدى خالص، وبعد ما تهدى بحط عليها الخضرة بقى، خضرة المحشي، بجيبها اقلبها على الطماطم كلها كمية محترمة كده، بحيث ان انا في يوم لو جيت طلعت علبة مثلا من الصلصة اللي عايزة اعمل محشي ما عنديش خضرة ازود، بتبقى الخضرة كافية قوي ان انا اعمل بيها، مش عايزة ازود خلاص. عندي وعايزة ازود براحتي، يعني انا يعني الخضرة دي مهما زادت انا بحبها. تمام. بس لما باجي اعمل الصلصة بعمل حسابي ان لو ما كانش عندي خضرة ازود، فاللي عندي كفاية، اللي موجود في الصلصة كفاية. تمام. وبس بقى بحط الكمية محترمة يعني وبخلطها ببعضها كده، وبعد كده بقى بحطها في علب او في اكياس زي ما انت عايزة واحطها في الفريزر. دي بقى بتبقى حلوة قوي قوي يا بنات، بتبقى منجزة جدا في رمضان بالذات. انا بصراحة بعملها في رمضان، غير رمضان بعملها، بس مش يعني في الصيف مش قوي، لان في الصيف المحشي بنعمله قليل قوي، يعني المحشي مش مستحب قوي في الصيف، فقليل لما بنعمله، يعني بنعمله مثلا مرة او مرتين في الشهر. تمام. لكن في الشتاء يعني المحشي بقى وجمال ويدفي، فبنعمله على طول. فدايما في الشتاء وفي رمضان وفي الاوقات اللي بتبقى حلوة دي بعمل الصلصة بتاع المحشي، بتبقى جاهزة عندي فبتريحنا قوي. طلع العلبة او الكيس، اغسل الرز واقلب كله على بعض، واحط الملح والبهارات والبصلايه بشورها او اعملها في الكبه واضيفها على الخلطه. وبس كده، شكرا، بقى عندي الخلطه بتاع المحشي جاهزه، وشويه زيت وخلاص. وهنا كنت خلصت العدس وكنت عملت لهم عصير جوافه، كنت جايبه الجوافه دي ولادي مرضوش ياكلوها الله يسامحهم. مش عايزين ولادي غير فراولة، موز، حاجات من دي. يا ابني لازم انوع واجيب، مش كل مرة هنجيب نفس الحاجات، عايزين مانجا، عايزين مش عارف ايه، عايزين الحاجة اللي هما بيحبوها افضل اجيبها، مش عايزين ننوع. المهم قلت خفت بصراحة ان هي تبوظ، فعملت لهم عصير لان هما بيحبوا العصير قوي، فعملت لهم شفشق عصير يعني، وقلت الباقي بقى ايه استفاد منه. قطعته وجبت نص ليمونه كبيره كده وعصرتها عليه، وهشيله في الفريزر لرمضان، وانا كده بقى الكسبانه. هم غضبوا عليها مرضوش ياكلوها، انا كده استفدت بيها. بقى عندي كيسين، يعني دول هعملهم كيسين، عندي كده كيسين فاكهه شلتهم لرمضان كده وريحت دماغي. لو كل مره جبتي طماطم تعملي صلصه للطبيخ، لو مش عايزه حتى تفرزي، شلتي كيس على جنب لرمضان، انت كده بتشيلي بتفرزي حاجه من غير ما تاخدي بالك، من غير ما تشغلي بالك، من غير ما تيجي على الميزانيه بتاعتك. لو كل مره جبتي فاكهه شلتي حاجه، برضه هتيجي تبصي تلاقي نفسك شيلتي حاجة رمضان، وتيجي بسم الله ما شاء الله بقى على رمضان تفتحي الفريزر بتاعك، هتلاقي خير ربنا كتير، من غير ما تكوني عاملة حسابك بقى في يعني في فلوس او مبلغ او ميزانية لوحدها ان انت تروحي تجيبي حاجات وتفرزيها. لو عملتي كده كل مرة والله بجد مش هتحسي، حتى من غير ما تزودي. يعني كنت مثلا ممكن اقولك مثلا او قلتها لكم قبل كده، لما تجيبي حاجه زودي نص كيلو او مش عارف ايه او ربع كيلو. لا والله من غير ما تزودي، لو انت جايبه الطماطم لو انت عامله حسابك ان انت هتطبخها بها مرتين، لا اطبخي بيها مره، والمره التانية شيليها رمضان. هتيجي تبصي والله العظيم هتلاقي بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله الفريزر عندك مليان والدنيا تمام يعني. انا نفسي انا ما بفرطش يا بنات لرمضان غير صلصة، سواء بقى للطبيخ سواء للمحشي. انا برضو ما عنديش ديب فريزر، فعشان كده الحاجات اللي انا بفرزها محدودة قوي. تمام. لو فاكهة برضو، الفراخ بقى يعني ايه، احنا دايما كنا بنربي في رمضان غير رمضان. تمام. ولما وقفت شوية تربية كنت بربي رمضان بس، فاهمني؟ بس يبقى لي حوالي سنتين 3 ما ربيتش رمضان، يعني كان حصل ظروف كده، والواحد خلاص يعني كان قلت اريح دماغي واشتري.
بس السنة دي بقى قلت لا والله التربية وحشتني ولازم اربي. بس والله العظيم خير يا بنات، خير والله العظيم. انا الحمد لله جبت برضو فراخ للبيض اللي هي الفيومي، اول مرة اجيبها. كنت بجيب قبل كده البلدي، اول مرة اجرب الفيومي ده. فبسم الله ما شاء الله يعني حلوين، هبقى اوريهم لكم ان شاء الله. بس هم عفاريت شوية وبيوقعوا الاكل. احترت ومش عارفة احط لهم الاكل في ايه، عايزة احط لهم في علبة كده واقفل عليه. والله مهما احط لهم في العلافة بينكشوه يوقعوه على الارض في النشارة بقى وكده، وبيهدروا كتير قوي. حطت لهم في اكالة كده خشب برضو، بيعملوا برجليهم، بيفحروا برجليهم ويوقعوه. يلا الله المستعان يعني، ربنا يهديهم. المهم ابقى اوريكم الفراخ دي مبسوطه بيهم قوي. بصوا بقى، انا كنت عملت هنا الصلصه. وانا بحب قوي قوي العلب دي، بحبها كده. بحس انها بتبقى منظمه في الفريزر وما بتاخدش مكان، عشان كده بحبها. عشان انا ما عنديش ديب فريزر، فبتنظم لي الفريزر قوي قوي. ربنا يوسع عليا وعليكم ان شاء الله. وكل اللي بتتمنى حاجه يا رب تجيبها، وربنا يملى بيوتنا بالخير ان شاء الله. بصوا الشوية دول اللي انا هشيلهم للمحشي بتاع بكرة، هم باينين ان هم صغيرين. وانا كان عندي طبق فيه صلصة عادية، كان في التلاجة طبق صغير كده. فانا قلت ايه، لو صغيرين هحط الصلصة عليهم اللي في التلاجة الطبق يعني، واشيل اللي في العلب بقى خلاص انا هفرزه، فما مش هاخد منهم. ولو احتجت للمحشي هاخد الطبق اللي في التلاجة. بس والله ما احتجت. والله الخلطة ما شاء الله، الطماطم بتاعتها كانت كتيرة ومظبوطة وحلوة جدا، وما احتجتش الحمد لله. والطبق لسه عندي. فالمهم البركة، والله العظيم المهم البركة. دايما كده وانتي واقفة في المطبخ، دايما دايما كده. الصلاة الإبراهيمية دي والله العظيم كنز كنز يا بنات. طول ما انا واقفة في المطبخ بقولها، بحس فعلا وحياة ربنا من يوم ما واظبت عليها. انا كنت الحمد لله اكتر يعني وقفتي في المطبخ كنت بحب اسبح واذكر ربنا وكده. بس بجد اللي فرقت معايا جدا جدا الصلاة الإبراهيمية والله العظيم. بجد بحس انها بركة جامدة قوي في الاكل، بركة في الوقت. تحس كده ان انت واقفة في المطبخ وقفتك كده مش تعبانة، بتعملي كل حاجة من غير ما تحس كده بالوقت. وتطلعي كده تلاقيكي انجزتي مهام كتير قوي. ربنا يطرح البركة في بيوتنا جميعا. وده كان فيديو النهاردة يا بنات. وبسم الله ما شاء الله، دي الحاجات اللي انا هشيلها رمضان ان شاء الله. دي من مصروف النهاردة، يعني مصروف النهاردة ان انا جبت بيه حاجات الاكل وطلعت دول منه، وهشيلهم رمضان. والحمد لله دي حاجات المحشي. والله المستعان، ربنا يبلغنا رمضان واياكم ان شاء الله، انتوا في احسن حال. هشيل طبعا ال البرنجان ده، بس لسه هشوحه يا بنات، انا بس بوريكم عشان انا لسه مجهزاه. بس يا بنات لو كان عجبكم الفيديو بقى بالله عليكم متنسونيش في اللايك وتعليق حلو منك كده. ولو لسه ما اشتركتيش انزلي يلا اشتركي حالا لو عجبك الفيديو يعني. واشوفك على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.